أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة رجعنا لكم بفكرة قائمة أفضل 10 أفلام كوميدية للزعيم عادل إمام. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة متابعة تتفرجوا عليها، وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، فكل فيلم في هذه القائمة جدا ممتع. قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. نبتدي بالفيلم رقم 10 واللي هو فيلم مرجان أحمد مرجان. الفيلم نزل عام 2007 من إخراج المخرج علي إدريس وتأليف المؤلف يوسف معاطي. طبعا الفيلم لما نزل حقق أعلى إيرادات في السنة والموسم. وطبعا فيلم مرجان أحمد مرجان من الأفلام اللي كل ما تتفرج عليها مش بتزهق منها أبدا، وحبكة الفيلم مقتبسة من الفيلم الأمريكي العودة للمدرسة. طبعا الفيلم بتدور أحداثه حول شخصية مرجان أحمد مرجان، رجل أعمال ناجح له علاقات مع الكثير من الشخصيات المهمة، ولكنه يعاني من شعوره بالنقص بسبب عدم اكتمال تعليمه، وهو الشيء الوحيد اللي لا يمكن إخفاؤه أو شراؤه بثورته ونفوذه. تشرب شاي بالياسمين؟ أبيع مقهورا حبيباتي وكلمات. انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريه. انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعتهم. نيجي للفيلم رقم 9 بقائمتنا واللي هو فيلم البحث عن فضيحة. الفيلم نزل عام 1973 والفيلم من إخراج المخرج نيازي مصطفى ومن تأليف المؤلف أبو السعود الإبياري. فيلم من بطولة عادل إمام وسمير صبري وميرفت أمين ويوسف بيك وهبي، هو آخر أفلام الكاتب أبو السعود الإبياري. والفيلم كان من أحد الأفلام المشاركة في سباق عيد الأضحى. الفيلم كان من بدايات مسيرة الفنان عادل إمام، وفكرته مقتبسة من فيلم الأمريكي دليل الرجل المتزوج. وقصة الفيلم بتدور حول شخصية مجدي اللي بيترك الصعيد لاستلام وظيفة في القاهرة، حيث يتعرف على سامي الخبرة في التعامل مع النساء، ويرى مجدي بالصدفة حنان ويعجب بها، ويطلب من سامي أن ينصحه بكيفية التعرف عليها. وبالفعل يظل سامي يعطي نصائح لمجدي ويدعمها بتجارب حدثت من قبل. إيه انت خدت الحكايه جد ولا ايه؟ يا جدع اختشي، ما يصحش كده. هزودها 5 جنيه. أما رقم 8 في قائمتنا النهاردة فيلم كراكون في الشارع. الفيلم ده نزل عام 1986 والفيلم من إخراج المخرج أحمد يحيى ومن تأليف المؤلف أحمد الخطيب. والفيلم من الأفلام اللي مستحيل إنك تمل منها، وبيسلط الفيلم مشكلة السكن في مصر، وبيتناول قصة عيلة من الطبقة المتوسطة تكون من المهندس شريف ووالدته وزوجته سعاد وأولادهم سارة وهاني. تبدأ القصة بعد انهيار منزلهم، وبيضطر المهندس شريف وأسرته في إطار كوميدي جدا التنقل بين مساكن الإيواء وحوش المقابر وتصميم كرفان يسكن فيه. اللي انا شربته ده حشيش. حشيش. الله يخرب بيتك لبيت اللي جابك. ده فيها اعدام دلوقتي يا ابو دومه. رقم 7 معانا في القائمة وهو فيلم التجربة الدنماركية. الفيلم نزل عام 2003 ومن إخراج المخرج علي إدريس وتأليف المؤلف يوسف معاطي. الفيلم من أول أفلام عادل إمام بعد حقبة التسعينات، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة فتاة دنماركية جميلة جدا ومتحررة تنزل ضيفها في منزل أدري وزير الشباب والرياضة وأولاده الشباب الأربعة، ويتنافسون على نيل إعجابها، إلا أن أدري بيكسب ودها وتتبدل حياة العيلة. الإقبال النهارده على المكتبة تاريخي يا فندم. والفيلم رقم 6 معانا في القائمة هو فيلم عصابة حمادة وتوتو. الفيلم نزل عام 1982 والفيلم من إخراج المخرج محمد عبد العزيز وتأليف المؤلف أحمد صالح. الفيلم من بطولة عادل إمام ولبلبة، وطبعا الفيلم كان أعلى الأفلام نجاحا ومن الأفلام اللي مستحيل إنك تمل منها. وقصة الفيلم مقتبسة من الفيلم الأمريكي اضحك مع ديك وجان. والفيلم بيحكي عن قصة مهندس بيعمل في شركة، ومدير الشركة سرق مشروع السياحي المربح ويضطر بعدها للاستقالة، ويخطط مع زوجته في إطار كوميدي ممتع عمليات سرقة تنتهي بسرقة مدير الشركة نفسه. انتوا مش شباب اللي يقهر البني ادم انه يكون فخور يعني. السلام عليكم. وقبل ما نكمل باقي الأفلام فياريت لو وصلت هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وده لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. ونيجي دلوقتي للفيلم رقم 5 معانا في القائمة وهو فيلم
الواد محروس بتاع الوزير اللي نزل عام 1999 من إخراج المخرج نادر جلال وتأليف المؤلف يوسف معاطي. الفيلم كوميدي من بطولة عادل إمام وكمال الشناوي ووفاء عامر وحسن مصطفى. تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول شخصية محروس عسكري في الجيش ومن قرية الوزير، فيطلب والد محروس من والد الوزير ان يشغل محروس معه، وبعد اشتعال الاحداث فضح محروس الوزير بعلاقاته الاخرى، فرشح محروس نفسه في الانتخابات ونجح. بدأ يضطهد الوزير والوزراء بالاستجوابات وتتوالى الاحداث. صباي رحت بصيت قلت له اضرب يا قل اضرب ايه. ونيجي دلوقتي للمركز الرابع معانا في القايمة وهو فيلم حنفي الأبهة. الفيلم نزل عام 1999 والفيلم من إخراج المخرج محمد عبد العزيز وتأليف المؤلف بسيوني عثمان. الفيلم واحد من أشهر أفلام عادل إمام واللي كانت بطولته مع فاروق الفيشاوي. وتدور أحداث الفيلم حول حنفي الأبهة اللي قام بسرقة محل مجوهرات مع شركائه خيري ورشاد بدوي، ويستحوذ على الحقيبة المسروق ويخفيها مع أخوه أحمد قبل القبض عليه. وبيتمكن شركائه من الهرب ويخطفون دعاء زوجة أحمد حتى يستعيدوا الحقيبة، ويتعاون حنفي مع المقدم شريف ليرشده على مكان شركائه، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي ممتع. اعمل لي براني انا مش عارف الجدع ده بيطلع لي منين وانت بتجيلي منين؟ انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع انت. ونيجي دلوقتي لفيلم المركز الثالث معانا في القايمة، فيلم السفارة في العمارة. فيلم نزل عام 2005 والفيلم من إخراج المخرج عمرو عرفة ومن تأليف المؤلف الكبير يوسف معاطي. تدور أحداث الفيلم حول المهندس شريف خيري، الشخص اللاهي المستهتر المتعدد العلاقات، واللي عاد إلى مصر بعد 25 سنة قضاها مهندس نفط في الإمارات، وطرده من العمل بسبب علاقة المهندس شريف في زوجة رئيسه في العمل، واللي اتفاجأ بوجود السفارة الإسرائيلية في الشقة اللي قدامه في العمارة. وخلال أحداث الفيلم نشاهد معاناته بسبب الإجراءات الأمنية اللي بتفرض عليه، واللي دفعته من التحول من إنسان أناني لا علاقة له بالسياسة إلى رمز شعبي يرفع قضية مدعومة من الرأي العام لإخراج السفارة من العمارة، إلا أن يتم الضغط عليه حتى يوقف حملته ضد وجود السفارة في العمارة. انا بكره اسرائيل ان شاء الله متقاتل. ونيجي دلوقتي للمركز الثاني معانا في القايمة، فيلم بخيت وعديلة. الفيلم نزل عام 1995. الفيلم من إخراج المخرج الكبير نادر جلال ومن تأليف المؤلف لينين الرملي. الفيلم كان بيشارك في البطولة مع الفنان عادل إمام، الفنانة شيرين، والفنان الكبير مصطفى متولي. تدور أحداث الفيلم في كوميديا ساخرة حول بخيت اللي بيعمل في ورشة صغيرة واللي بيلتقي بعديلة لأول مرة بالصدفة في القطار. في نفس الوقت بيحاول تاجر مخدرات الهروب من الشرطة اللي شددت عليه الحصار، واللي يضطر لترك حقيبة المال والمخدرات مع شنط بخيت وعديلة. ويكتشف بخيت وعديلة الحقيبة الجديدة، وبعد فشلهم في معرفة صاحب الشنطة يقتسمان النقود، وتتوالى الأحداث بعدها وسط العديد من المفارقات الكوميدية والمفاجآت. بص بقى، انت رزمة وانا رزمة، بلد ابويا وجد جدي وانا من البلد دي. أما رقم واحد معانا في القايمة فيلم عريس من جهة أمنية. الفيلم نزل عام 2004 والفيلم من بطولة عادل إمام وشريف منير وحلا شيحة ولبلبة. بتدور قصة الفيلم حول رجل الأعمال اللي بيحب ابنته جدا وبيحاول بكل الطرق إنها متتجوزش ولا تبعد عنه، ولكن تقدم إلى خطبتها ضابط أمن دولة وتزوجت منه، ولكن الأب لا يستطيع الابتعاد عن ابنته ويلاحقها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأول كده كل حاجة هنتفق عليها تتكتب في ورق عشان ما نرجعش نطقش في بعض تاني، والبنود اللي هنتفق عليها غير قابلة للنقاش. بنود ايه؟ احنا هنمضي خريطة الطريق. والله بقى كل واحد يحط لسانه في بقه، والا وديني اجل الجلسة لاكتوبر اللي جاي. ماما من فضلك خطاب بيتكلم مظبوط، لازم نحط النقط على الحروف. امر يا باشا. انت مالك انت بتتدخل ليه؟ يعني انت هتدافع عني؟ وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالفيلم اللي شايف انه رقم واحد في قائمتنا النهارده، وايه الافلام اللي شايف انها اتظلمت وكانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معاكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. مع السلامة.